تخيل تكون محبوس في فتحة صغيرة أضيق من عرض كتافك، راسك لتحت ورجلك لفوق، ومفيش أي طريقة للخروج، فيقفلوا عليك الفتحة دي عشان تبقى القبر بتاعك. ده مش فيلم رعب، دي قصة حقيقية. في نوفمبر 2009 قرر جون إدوارد صاحب ال 26 سنة إنه يقضي يوم في هوايته، فدخل كهف معين وحاول يستكشف إيه اللي جوه الكهف ده. زحف جون بالغلط ودخل في نفق ضيق غير موثق، افتكر إنه جزء من المسار المعروف بتاعه، لحد لما علق في فتحة عرضها 25 سم وارتفاعها 45 سم، راسه لتحت ورجله لفوق. فرق الانقاذ حاولوا يسحبوه ويخرجوه من الفتحه دي لاكتر من 27 ساعه متواصله، لكن وضعه المقلوب ده سبب له اجهاد شديد وعمل له كمان نقص لتدفق الدم في اعضاء جسمه. وللاسف جون مات قبل ما يقدروا يخرجوه، وبسبب خطوره الموقع عيلته وافقت انه يتساب مكانه ميت زي ما هو، وان الكهف يتقفل عليه للابد. وقصته اتجسدت في فيلم ذا لاست ديسنت، فما تخليش روح المغامر اللي جواك تنسيك ان عندك عقل تفكر بيه.